مثلما وضع الثوب السوداني بصمته الأنيقة على نساء السودان ودفعهن نحو مظهر أكثر جذبا وتميزا، كانت العطور السودانية هي الأخرى أكثر إيحاء في اتجاه هذا التميز. مهرجان للعطور السودانية في الخرطوم يهدف إلى إيجاد مكان للعطور النسوية السودانية وسط عطور العالم، طالما غزت منتجات كبرى بيوت العطور الأسواق السودانية. نحن محافظين بشعار العطور السودانية نحو العالمية ل3 دورات للمهرجان، حتى نتأكد ونطمئن إن العطور السودانية بدأت تنتقل للعالم وبدأت بأنها هي خلاص تتصدر. نحن بعد ذاك حنغير شعارنا لشعار آخر. زفة من العطور السودانية على اختلاف أشكالها وتباين روائحها استطاعت بها آمال التي تعرف وسط النساء بملكة العطور انتزاع إعجاب أعداد كبيرة من النسوة اللائي حلقن حولها طلبا لمنتجاتها التي لا تخلو من ابتكار، لدرجة إطلاق أسماء طريفة على بعضها. يعني مثلا سميت نجوم الليل. نجوم الليل ده عطر ده عبارة عن نعناع وفل وياسمين، يعني أخذت مجهود عشان أتحصل إني أعمل العطر ده. تعبق رائحة البخور المنتج محليا وتختلط بها روائح نسوية موغلة في المحلية، ليتحول المكان إلى حديقة عطرية ألهبت الإحساس. فما عادت العطور النسوية السودانية تتصف بالتقليدية بعد إدخال بعض التعديلات على مكوناتها بهدف تطويرها. غلطة فيها كثير جدا جدا، لأنه الريحة السودانية صارخة شديد جدا جدا، فبعض الشباب بقى ما بيحبها، عرفت، لأنها صارخة. أنا قمت خلطت فيها عطور باريسية وخففت الكواليتي بتاعتها، يعني بطريقة تطلع حاجة جميلة. زوار مهرجان العطور السودانية كان أغلبهم من النساء، ما يعكس شغفهن بعطورهن التي أخذت مكانها بينهن منذ قديم الزمان، والتي يتطلعن نحو إنشاء مصانع لصناعتها. العطور دي ارتبطت ارتباط وثيق بالمناسبات الحلوة والسارة، من الجرتي ومن العرس ومن الطهور والمناسبات الحلوة يعني. عبق المكان عطرا فواحا وعبيرا ألهب القلوب وحرك المشاعر، فهذا المهرجان هو الثالث من نوعه في البلاد، ويعمل على إخراج العطور النسوية من الخصوصية السودانية إلى آفاق العالم بأسره. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.